الزلازل هي شقيقة البراكين، وبتطلع زي ما قلنا من نفس السبب، من الغضب الداخلي أو اضطراد ارتفاع المضطرد في الحرارة والضغط داخل باطن الكرة الأرضية. الزلزال بيحصل ازاي؟ لما يرتفع الضغط جوه الكرة الأرضية ومفيش مخرج، تنزلق طبقات القشرة على بعضها عشان تريح الضغط ده. ساعات بيبقى انزلاق ناعم فيبقى الاهتزازات ناعمة، وساعات بيبقى الانزلاق تصادم طبقات القشرة بعضها ببعض ويؤدي إلى اهتزازات عنيفة جدا. وساعات يحصل كسور في القشرة الأرضية وخسف أرضي في مكان معين، ارتفاع في مكان آخر، كل دي نتيجة الضغط الجواني. في الواقع الزلزال شيء رهيب ومختلف عن البركان. البركان بياخد وقت وينبه الناس، ممكن الناس تهرب. الزلزال ده فظيع لأنه في لحظة واحدة يتحول العمار إلى خراب، الناس يبقوا لاجئين فجأة مرة في لحظة. شوفوا كلهم خلاص بقوا في لاجئين، كل العمارات تقع، المدن تبقى بسوة الأرض على طول في لحظة. والزلزال لا يفرق في شره بين بنى وبنى، بين عجوز وطفل، بين امرأة ورجل، بين مسجد وكنيسة، كله يتهد في لحظة واحدة. في لحظة واحدة كل شيء يتهد. وليه؟ هو الحقيقة زي ما حكيت لكم، زي ما يكون الأرض المباني جميعها مبنية فوق بساط. فالزلزال إيه؟ الزلزال معناها جه واحد وراح شارد البساط من تحت العمارات كلها، فتروح كلها متطربقة، لأن يحصل انزلاق في الطبقة القشرة الأرضية اللي مبنية عليها كل المدينة. أكنك جيت للسجادة اللي مبنية عليها المدينة كلها أو البساط، رحت شاده فراح كل حاجة متدعورة، كل شيء يتهد في لحظة. زي ما شفنا الوجه الفاجع من الزلزال ان هو ما يفرقش، ادي طفلة يعني ما فيش، كله في لحظة، وموت درامي يعني يغير وجه الارض في لحظات. يعني بيبقى الاخبار هنا بقى صاعقة، يقول لك 10,000 قتيل، مش عارف، مدن بقت بسوى الارض